السلام عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قصص أسامة. قصة ديال اليوم قصة عجيبة، قصة ديال واحد الأخت اللي حنات وبغات أنها تبارطاجي الماكسيموم ديال الحنان لمن الأخت ديالها، حسنات بها وبغات ليها المقام الكبير، بغاتها حتى هي تدبر على راسها وتعيش مرتاحة وتعيش بخير. ايوا حنا غادي نشوفوا هاد الاخت هادي اللي حنات في اختها كيفاش البلان واشنو وقع واش طرا وكيفاش حتى وقع هادشي. مريم عندها 35 سنة، مزوجة وعندها وليدات، عايشة في فرنسا، عايشة بخير، مزوجة بواحد الشخص حتى هو مغربي ولكن عايش في فرنسا واحد المدة طويلة. استقروا في مدينة من المدن الفرنسية وهي خدامة وراجلها خدام والوليدات في المدرسة، ما خاصهم حتى شي خير وعايشين مزيان. مريم عندها أخت وحدة اللي هي ليلى عايشة في المغرب، تزوجات بواحد الشخص ولكن كان كيعاملها معاملة خايبة، ما كانش معاه مزيان، كان ساكن مع دارهم، عندهم بزاف المشاكل، خواتاتو كيديروا لها البلانات، الام ديالو حتى هي كتحك عليها بزاف، مرجعينها بحال شي خدامه. ليلى عانات بزاف دار راجلها لدرجه انها فكرت واحد النهار تنتحر، بغات تحليو من السطح. هنايا ليلى ولات كتشكل خطر على الزوج ديالها قال لها انت ما خداماش ليا، وهي اصلا ما بقاتش باغي تريح عنده في الدار، كثرة الحقره والظلم اللي عايشه مع والديه ومع خواتاتو بالاخص. فطلقها. ملي طلقات ليلى جلسات في دارهم وبحال جميع الفتيات، المراه المطلقه ديما كيبقاو يشيروا لها بالاصابع ديال هذيك مطلقه خايبه من مزياناش، واخا انهم ما تعرفوش الواقع ديالها. ممكن انها تكون ظلمات في دار راجلها، ممكن انها تكون عاشت واحد الظروف اللي صعيبه، ولكن حتى شي واحد ما تيقدرها وحتى شي واحد ما تيعذرها. ديما كيشوفوا فيها الشوفه الخايبه، المراه مطلقه يعني ما كتريحش في دار راجلها، ما متبتاش، والواقع ماشي هو هادشي هذا. كاين بزاف بنات الناس وكاين بزاف اللي متبتات، ولكن الوسط اللي تيعيشوا فيه تيعانيو فيه ديال بصح، خصوصا مع العديزات واللوسات. ياك هادو هما السميات ديالهم. راني شاد مزيان. نكمل لكم القصه. مريم ضرها الحال بزاف من جهه اختها، كتشوف راسها عايشه بخير، فرنسا ما خاصها حتى شي حاجه، النعيم اللي بغاتها كاينه، اللي اي حاجه تشهاتها كتحضرها، راجلها ما خلاها مخصوصه حتى شي حاجه، اون بليس هي اصلا خدامه وعندها الفلوس، يعني عايشه بخير مرتاحه وما خاصها حتى شي خير. ولكن كتشوف اختها في المغرب رجعت جلسات مع والديها وكتعاني بزاف، مريحه في دار باها، ولكن ديما كيشوفوا في هذيك الشوفه الخايبه، ديك الشوفه الناقصه، انها هي ما مزياناش وما جلساتش في دار راجلها. هنايا مريم بدات كتفكر كيفاش تلقى شي حل لختها. قالت لها واش نصيفط لك شي فلوس ديري شي مشروع ولا ديري شي حاجه ولا تعمري شي حاجه اللي تلهي بها وقتك. ليلى قالت لها ما عنديش اختي الكانه لداكشي. قالت لها واخا نبغي ما عنديش الكانه. قالت لها اختي جربات تبيع بيجامات مع العيالات ديال الدرب والحوايج، شويه بدات تدخل فلوس قليله شويه، كاين شي واحد كيبقى شاد الفلوس 3 شهور عاد تيخلصها، شهرين ما تمشاش لهداك الشيء مزيان، وهي ديما كتهضر مع اختها قالت لها راه شنو كاين. فاختها بقات كتفكر، قالت لها اختي، قالت لها ما عرفتش كي غادي ندير معاك. هنا مريم مشات عند الزوج ديالها، قالت له شوف، قالت له اختي راه في المغرب وكتعذب وانا ما بغيتهاش تبقى مكرفصه تما، وقالت له بغيت نجيبها هنا عندي وتعيش معايا وما عرفتش، قالت لي ندبر لها على شي خدمه اي حاجه، قالت لي شوف لي شي وسيله، بغيت شي طريقه كيفاش تجي عندي اختي لهنايا. راجلها فكر مزيان وقال لها راه كاين جوج الحوايج باش تجي. الطريقه الاولى هو انها تجيب كونطرا، والطريقه الثانيه هي انها تجيب مارياج. قالت له شوف لي جهدك وما تبخلش عليا، قالت لي باي حاجه، وقالت لي انا ساخيه ب 4 المليون 5 المليون 6 المليون ما عنديش مشكل، غير شوف لي كيفاش. قال لها غادي نسول لك ونرد عليك. وفعلا الراجل سول في بزاف البلايص وسول بزاف الاصدقاء ديالو، ولقى انه كاين واحد خينا تيبيع دي كونطرا
كتجي بهم فرنسا ومن تما تدبر على راسك. ولكن ديك الكونطرا ساويه 8 المليون، وجا عند الزوجه ديالو وقال لها ودي راه كاينه كونطرا ولكن راه طلبوا ليا 8 المليون. الزوجه ديالو قالت له شوف انا جامعه واحد 6 المليون، غادي يخصوني 2 المليون باش نكمل هاد 8 ونقدر انني نجيب اختي عندي. قال لها الا حصلتي غير في 2 المليون ماشي مشكل، انا نعطيك 2 المليون. قالت له لا لا يخطيك، قالت له انا غادي نخدم وغادي نجمع فلوس وغادي نرد لك هذيك 2 المليون ديالك غادي نرجعها لك. قال لها لا حنا ما بيناتناش. قال لها انا بحال غادي نساهم معاك بديك 2 المليون. فرحات وما قداتها فرحه، ومشات هزات التليفون وعيطات لدارهم وبشراتهم، قالت لهم راه واقيلا غادا ناخذ كونطرا لاختي وغادا نجيبها عندي هنا لفرنسا. دارهم فرحوا بزاف، قالوا لها هاد الخير اللي درتيه في اختك راه غادا تنقضيها من هاد الشيء هذا اللي هي فيه، ومسكينه راه عانات. قالت لهم انا حاسه باختي وهذيك راه اختي وما ندوزهاش، وان شاء الله غنهنا تنجيبها هنا عندي. فعلا اشتراو ديك الكونطرا ب 8 المليون، وبدات ليلى هنا كتقاد في الوراق ديالها باش تمشي عند اختها مريم لفرنسا. وهذا الشيء اللي وقع، قادات الامور ديالها وداز كلشي بخير وعلى خير، وقطعوا لها البي ديالها ومشات عند اختها لفرنسا. اختها فرحات بها بزاف وسكنتها معاها في الدار وما خلاتها مخصوصه من حتى شي حاجه، تدور معاها تشري لها الحوايج، اي حاجه بغاتها تجيبها لها. مع الوقت قالت لها مريم شوفي انا ما عنديش مشكل اختي بغيتي تبقاي جالسه في الدار، قلت لها ولكن انا ما كرهتكش تخدمي هنا، حيت هنا في فرنسا كاين بزاف فرص ديال الشغل وكاين كيفاش تخدمي، وسيرتو انت داخله قانونيه وعندك الوراق ديالك خدمي من الاحسن. قلت لها باش انت ديري مستقبلك وديري دارك وتاسي حتى انت عائلتك. قالت لها ليلى باس صح وعندك الحق، وحتى داكشي اللي غادي ندير، غادا نوض نخدم. بدات تتقلب على خدمه، ويقترح عليها الزوج ديال مريم قال لها اجي علاش لي ما تخدميش معايا، حيت هو تيدير شاف كويزين. قال لها عاونيني في التنقيه ديال الخضره، عاونيني في الغسيل ديال الماعن ونخلصك، هذاك الشيء اللي تنخلص به واحدين اخرين خدامين معايا نخلصك نجي به. ريتها ما تلقايش شي خدمه مزيانه، قال لها انا ماشي مشكل، قال لها انا عندي خدامه بزاف. قالت له هذه فكره مزيانه نبدا معاك، ريتها ما نجمع شويه الفلوس انا وهذا باش نبغي نلبس نبغي نخرج، ما بغيتش نبقى نحكر عليكم. قالوا لها ماشي مشكل الدنيا هانيه. فبدات خدامه مع راجل اختها مريم في المطعم ديالو، كتمشي معاه الصباح كيمشيو بجوج في الطوموبيل تيوصلوا تيخدموا الخدمه ديالهم، وفي العشيه تيرجعوا. واختها مريم حتى هي كتمشي الخدمه ديالها، بالحق هي كتمشي بوحدها ما كتمشيش معاهم، بما كيمشيو الوليدات المدرسه كتمشي مريم الخدمه ديالها، ومريم كتجي هي الاولى للدار كترجع كتقاد الماكله لداكشي للوليدات، وعاد كيجيو الوليدات وعاد كيجي راجلها وكتجي اختها ليلى، او غادي بحال هكاك حتى لواحد النهار مريم خرجت في الصباح غادا الخدمه، وهي غادا في الطريق نسات بسطامها فيه لي كارت ديال الطوبيس اللي تتخدم بهم وفيه لي كارت كيشي ديالها. فقالت خصني نرجع للدار حيتاش ما يمكنش ليا نمشي بلا هادشي هذا، وبسطامي خاصو ضروري يكون عندي. فرجعت للدار وكتقول لك يا ريت ما رجعت، يا ريت ما مشيت للدار، يا ريت ما شفت داكشي. اشنو شافت؟ مالها علاش تخلعت لهاد الدرجه؟ ملي دخلت للدار لقات راجلها واختها في الفراش ديالها ما لابسين والو وتيعيشوا الحياه مع بعضياتهم. تصدمات واحد الصدمه قويه، بقات كتشوف داك المنظر وكتغوت، كتصرخ باعلى طاقه، كتغوت. الجيران سمعوا الغوت ما عرفوا شنو واقع، كلشي نزل كيجري. اش واقع؟ بدات كتغوت كتقول لهم اختي مع راجلي. هما فهموا الناس ان اختها مع راجلها وعرفوا اشنو واقع. فهنايا عيطوا للبوليس، وجاو البوليس قالوا لا حنايا ما نقدروا نديروا حتى شي حاجه، حيت القانون عندكم في المغرب ماشي بحال القانون عندنا في فرنسا، وحنا هادشي هذا راه عادي الا راجلك دار علاقه مع واحده اخرى راه ما تنعاقبوش على هادشي هذا. فقالت له شوف غتخرج في حالك، قالت لي مابقاش باغا نشوفك. هو هز حوايجو واختها ليلى هزت حوايجها وخرجت معاه، مشاو بجوج بيهم. مريم عيطات لدارهم وعاودت لهم شنو وقع. دارهم حقدوا بزاف على ليلى وما حملوهاش، قالوا لها واش هاد الحاله، واش هاد المستوى، واش هاد النيفو هذا اللي وصلتي ليه، واش هاد الحاله درتي في اختك شتتيها وشتتي عائلتها. مريم تتقول كنحمد الله ونشكروا لي وليداتي ما شافوش داكشي، لو انهم شافوا ديك الحاله كانوا غادي يتصدموا واحد الصدمه اللي خايبه بزاف. والاب ديالهم هي ما يتواصل معاهم، ولكن من بعد الوليدات عرفوا وما بقاوش باغيين يدووا مع باهم وما بقاوش باغيين يتواصلوا معاه. دابا الواعر في هادشي شنو هو؟ طلقات مريم من الزوج ديالها بسبب اختها اللي حسنات ليها
وقالت انني غادي نضحي بالغالي والنفيس ونجيبها لعندي باش حتى هي دير مستقبلها وتعيش وتكون مرتاحه. ولكن ملي جات خربات لها حياتها وشتات لها عائلتها ودات لها راجلها. الواعره شنو هي عاوتاني؟ ليلى ما وقفاتش هنا. ليلى تزوجات براجل اختها مريم بعد ما طلقها. ملي طلق من مريم تزوجات به، وملي تزوجات به دارت معاه وليدات واستقروا في بلاصه اخرى. ومريم بقات مطلقه وما تزوجاتش. والعائله ديال ليلى ومريم ملي ليلى تزوجات براجل مريم عاودوا تصالحوا معها وبداو تيهضروا معها من جديد بحال ما واقع حتى شي حاجه. والواعره شنو هي؟ لاله ليلى قالت لهم شوف انا كون ما نويتش عليه كانت غتلوي عليه واحده اخرى، واللهم نديه انا ولا نديه واحده اخرى. قالوا لها بصح بنيتي اللهم فكتي. شوف الوقاحه كيفاش دايره. اختها تتقول لك كون غير دا واحده اخرى وما يديش اختي. علاش؟ قالت لك انا خسرت راجلي وخسرت حتى اختي. صراحه احساس صعيب. دابا نتوما اللي تتصنتوا لينا مستمعي الكرام، الا طحتوا في هاد لا سيتياسيون، يعني خوك ولا اختك دار لك بحال هكا، ولا طحتي في هاد الموقف هذا، شنو هي ردة الفعل ديالك؟ كيفاش غادي تتصرف؟ واش غادي تسكت عادي ما غيوقع والو كيف ما دارت مريم وغادي تطلق وتقول صافي الله يهنيه وتخليهم يعيشوا بجوج، ولا غادي دير شي حاجه اخرى؟ خليو لينا الاراء ديالكم في كومونتير. لو وقع عليكم بحال هكا كيفاش كنتو غادي تصرفوا؟ اشنا هو التصرف السليم اللي خاصكم ديروه؟ وهادشي اللي دارت مريم واش مزيان ولا ما مزيانش؟ واش كان خاصها تصرف بحال هكا ولا كان خاصها تصرف شي تصرف اخر؟ الصراحه تيقولك اتقي شر من احسنت اليه. واش هاد الزمان خوك ولا تيغدرك اقرب الناس المقربين لك اللي نتايا بغيتي لهم غير الخير يجيو حتى لعندك ويغدروك. الواحد ديما ياخذ الحيطه والحذر، ماشي تنحرشكم كنقول لكم خوتكم راه يغدروا بكم، ولكن الواحد يعرف اشنو تيدير وديما يراقب. والشك واخا بعض المرات ما تيكونش، ولكن الا كان راه تينفع باش غير ما تقولبش وما تصدمش شي صدمه خايبه كيف ما طرا لمريم اللي تصدمات في راجلها وفي اختها وتصدمات حتى في عائلتها اللي من بعد سامحوا اختها ليلى بحال ما دارت حتى شي حاجه وداك الشيء اللي دارته عادي جدا ومواقع والو. كانت هذه قصه من قصص اسامه، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، خليو لي كومونتير لايك، واللي بغى يشارك معنا القصه ديالو مرحبا به يدخل عندنا الانستغرام ولا الفيسبوك ويخلي لنا رساله وغادي نردوا عليه، وان شاء الله نتصنتوا القصص ديالكم ونحكيوها. هادشي كامل غير باش كنستافدوا جميع من هاد القصص هادي وناخذوا منها العبره باش حتى حنا ما نتقولبوش، حيتاش اللي دازت على الراس كتنفع، واي حاجه دازت عليك فطبيعه الحال غادا تنفعك، ولا ما عشيهاش فانطلاقا من تجارب الناس كتعيش بزاف الاحداث وكتمشي معنا في هاد القصص وكتعرف بزاف الحوايج باش حتى انت الا وقع لك بحال هكا تعرف كيفاش تتصرف. كان معكم اسامه، تهلاو ليا في ريوسكم، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في حلقه جديده من برنامجكم قصص اسامه.